النهارده هنروح من قاره افريقيا لاسيا في 5 دقايق بس. هنروح بور فؤاد عشان نفطر هناك في عز النهوه. ناخد المعديه والمشوار فعلا بياخد تقريبا 5 دقايق. الاجواء الشتويه دي في بورسعيد بتبقى تحفه. النهارده في مطر والسماء مغيمه واحنا في عز نوه الفيضه الكبرى، يعني هوا جامد ومطر. اول ما تركب المعديه هتلاقي طيور النورس فوقك، هم اتعودوا خلاص لما يشوفوا معديه بتتحرك يطيروا فوقها عشان الناس ترمي لهم اكل. المعديه بتعدي قناه السويس عشان توصل لمدينه بور فؤاد. هنروح نفطر فول وطعميه. المره دي هنجرب مطعم كناري ابو ادم. طلبت واحد طعمية وواحد فول وسندوتش بطاطس مقلية، دي أسعار السندوتشات عنده. طعمية حلوة، ده حجم السندوتش، اخد سلطة وبتنجان وشيبسي. سندوتش حلو بس مشكلته ان الطحينة مش احلى حاجة. الطحينة كانت خفيفة شوية، والتفاصيل دي هي اللي بتفرق مطعم عن التاني، فيا ريت يظبطوا حتة الطحينة دي. جايب مع الأكل مخلي الليفت طعمه حلو. ده سندوتش الفول سلطة، وبيحط في السلطة بصل فريش، ده بيدي طعم حلو للسندوتش. وكمان حاطط شيبسي، برضه سندوتش كويس. والبطاطس بقى مش أحلى حاجة، هي بيستخدم بطاطس نص مقليه بس الدرجه بتاعتها مش عاليه، بس بشكل عام حاجته حلوه. نطلع بقى على هيلنا نوك عشان نشوف حاجه نشربها. كنت عايز اجرب كافيه دوبا ده بس كان قافل، فدخلت بلاك فوكس جنبه على طول. المكان ما شاء الله كان زحمه، احنا كنا الساعه 9 الصبح يمكن. والشاب اللي واقف هو الكاشير والباريستا، فالطلب عشان كده اتاخر شويه. شاب ذوقه سريع بس طبعا عنده زحمه، فمحتاج حد يساعده في الوقت ده. طلبت فلات وايت، وهو هناك بيديك اوردر بيجر او البيبر ده عشان لما الاوردر بتاعك يجهز هيرن عندك الجهاز تروح تستلم. ده شكل المشروب، عامل لاتيه ارت حلو، كميه فوم معقوله، يمكن زياده سنه بس مشروب حلو. طعم الاسبريسو كويس مش مر بزياده. التمشيه في الجو ده بالعربيه بتبقى حلوه سواء في بورسعيد او بور فؤاد. خلصنا وهنرجع المعديه عشان ننزل بورسعيد تاني، وهنطلع على البحر عشان نشوف اثار النوى عامله ايه. طبعا الهواء شديد جدا وموج عالي. الهواء ده مبهدل طبعا الكافيهات اللي هناك، وقع شمسيات وحاجات كتير، والميه طالعه لبره جدا. هي المفروض اخر الشط بيبقى هناك جوه كده. شايفين هنا بقى الميه طالعه لغايه فين، يعني قربت جدا من الكافيهات. في كافيهات بقى زي دعاية بيتش عامل اكياس رمل زي دوشم كده عشان توقف المايه شويه، فربنا يستر على كل الكافيهات ويعوضهم عن اي خسائر. وبس دي كانت جولتنا النهارده. سلام.